أنا أسفة. يا ترى بتقولي الكلمة دي كام مرة في اليوم؟ بتعتذري لو حد خبط فيكي في الشارع؟ بتعتذري لو طلبتي حقك؟ بتعتذري حتى لو ملكيش ذنب أو ما عملتيش حاجة؟ بتقولي حاضر وانتي من جواكي عايزة تصرخي وتقولي لأ. انتي فاكرة إن كده هيتقال عليكي محترمة وإنك كده شخص ودود وبنت ناس، بس الحقيقة المرة. أهلا بيكم، أنا نادين الفقي، وده الحلقة التانية ليا على قناة عن تجربة. قسم جديد أتمنى يعجبكم. اللايك الجميل واشتراكك المميز بيسعدني جدا. كنت عاوزة أخد رأيكم في الأوتفيت ده. رغاية أنا معلش. نرجع لموضوعنا، كنا بنقول إيه؟ انتي فاكرة إنك كده شخص ودود وبنت ناس، بس الحقيقة المرة اللي لازم تسمعيها النهاردة إن دي مش طيبة، ده ضعف، والناس عندها رادار بتشم ريحة الضعف من على بعد كيلو وبتدوس عليه. في فيديو النهاردة هنقلع قناع الشخص اللطيف اللي مدمر حياتك، وهنعرف إزاي تتحولي من شخص مستباح لشخص يحترم ويتعمل له 1000 حساب. الجزء الأول، فخ اللطافة. عشان نعالج المرض لازم نسميه بمسماه الحقيقي. في فرق ضخم بين إنك تكون طيبة وإنك تكوني لطيفة. الشخص الطيب هو شخص قوي يقدر يأذيكي بس بيختار إنه يساعدك، ده اختياره. أما الشخص اللطيف هو شخص عاجز، هو بيوافق على كل حاجة عشان خايف من المواجهة، خايف الناس تزعل منه، خايف يترفض. لطافتك دي مش نبعة من قلب أبيض، دي نبعة من خوف. انتي بتشتري حب الناس بإنك تدوسي على نفسك، والنتيجة محدش بيحبك، هم بس بيستخدموكي، ولما المصلحة بتخلص بيرموكي، لأنك بالنسبة ليهم مهمتك انتهت هنا. الجزء التاني، ليه انتي كده؟ المشكلة دي بدأت معاكي وانتي صغيرة. اتعودتي انك عشان تكوني بنت شاطرة لازم تسمعي الكلام وما تعمليش مشاكل. كبرتي وانتي فاكرة ان الخضوع هو بوابة الحب. بتخافي تقولي رأيك لا يطلع غلط، بتخافي تطلبي حقك لا يقولوا عليكي طماعة. بقيتي عاملة زي الحرباية، بتتلون عشان ترضي كل الناس، ونسيتي أهم شخص كان المفروض ترضيه، نفسك. انتي بقيتي مجرد صدى صوت للي حواليكي، عشان كده محدش بيشوفك ومحدش بيسمعك. الجزء الثالث، روشتة العلاج. طيب ازاي نكسر اللعنة دي؟ ازاي تقتلي الشخص الضعيف ده ونصنع مكانه شخصية ليها هيبة؟ محتاجين نطبق ال3 قواعد دول فورا. القاعدة الأولى، بطلي تعتذري عن وجودك. كلمة أنا أسفة احذفيها من قاموسك، إلا لو عملتي كارثة حقيقية. ما تعتذريش إنك بتسألي، ما تعتذريش إنك بتعترضي، ما تعتذريش إنك مش فاضية. الاعتذار العمال على بطال بيدي رسالة لعقلك الباطن إنك غلطانة وإنك أقل من غيرك. استبدليها بكلمة شكرا. بدل ما تقولي أسفة اتأخرت، قولي شكرا إنكم انتظرتوني. فارق بسيط بس بيقلب موازين القوة. القاعدة التانية، قوة كلمة لأ. هي أعظم كلمة في التاريخ للحفاظ على الكرامة. لما حد يطلب منك حاجة وانتي مش عايزة تعمليها، قولي لأ، ومن غير ما تبرري ومن غير ما تألفي قصص وهمية. لأ مش هينفع، بس كده. في الأول هيزعلوا وهيتهموكي إنك اتغيرتي وبقيتي رخمة، بس صدقيني من جواهم هيبدأوا يبصولك باحترام، لأنهم عرفوا إن وقتك غالي وإنك مش متاحة للجميع. الجزء الثالث، خليكي خطر. في مقولة عبقرية بتقول الشخص المسالم ليس طيبا، الشخص المسالم عاجز. الطيب الحقيقي هو وحش عنده أنياب ومخالب، بس هو اللي مسيطر عليهم. لازم يكون عنديك القدرة إنك تخربشي لو حد داسلك على طرف. مش مطلوب تمشي تتخنقي، بس مطلوب إن اللي قدامك يشوف في عينيكي نظرة بتقول أنا محترماك بمزاجي، بس لو فكرت تتجاوز هتزعل. اللمعة دي لوحدها كفيلة إنها تخلي أتخن حد يعملك حساب. في الآخر يا حلوتي، ما تخافيش إنك تخسري ناس لما تبطلي تكوني لطيفة. الناس اللي هتخسريهم دول هم اللي كانوا عايزينك خدامة عندهم. خسارتهم مكسب. الدنيا مش بتدي حق للي بيوطي، الدنيا بتدي للي رافع راسه. خليكي طيبة بس إياكي تكوني ساذجة، خليكي محترمة بس إياكي تكوني ضعيفة. اتمنى تكوني فهمتيني. أشوفك الحلقة الجاية، مستنية أشوف رأيك في التعليقات.